لو التحرش سببه الجهل، ليه الدكاترة والأساتذة والمدرسين بيتحرشوا؟ ولو التحرش سببه الفقر، ليه الأغنياء ورجال الأعمال بيتحرشوا؟ ولو التحرش سببه عدم القدرة على الجواز، ليه المتجوزين بيتحرشوا؟ ولو التحرش سببه الكبت الجنسي، ليه اللي عندهم 14 سنة بيتحرشوا؟ ولو التحرش سببه لبس المرأة، ليه بيتحرشوا بالمنقبة والمحجبة؟ ولو التحرش سببه جسم المرأة وقوامها المثير، ليه بيتم التحرش بالأطفال؟ ولو التحرش سببه قلة الدين، ليه الشيوخ والأساوسة بيتحرشوا؟ التحرش سببه عدم وجود أخلاق، وعدم وجود تربية، وقلة الدين، وعدم القدرة على التحكم في النفس. دي ظاهرة زي الزفت موجودة عالميا في العالم كله، وللأسف موجودة في مجتمعاتنا العربية، وما ينفعش ننكر، وما ينفعش نحط راسنا في الطين ونقول لا مش موجودة. لا موجودة، لا موجودة وبكثرة، يعني موجودة بطريقة مش طبيعية. يعني حتى كمان في آخر إحصائيات مصر رقم واحد في التحرش في الوطن العربي. بس هل معنى كده إنها مش موجودة بره؟ يعني زي ما بيحاولوا يصدروها لينا كده إنها دي مشكلة موجودة في الشرق الأوسط وكده. بالعكس، الإحصائيات العالمية بتقول إن واحدة من كل 3 ستات بره بيتم التحرش بيها. في فرنسا مثلا نسبة التحرش بالسيدات في المواصلات العامة 100%، وانجلترا تقريبا نفس الرقم. في أمريكا اللي هي دولة الحريات، واحدة من كل 4 ستات بلغت إنها تم التحرش بيها في الشغل أو في العمل. ونسبة التحرش في العمل في كندا 90%، وفي كندا 83% من المعاقات تم التحرش بيهم. طبعا دي الدول اللي بتقول إن المشكلة دي موجودة، هي ظاهرة عربية ومش موجودة في أي حتة. طبعا التحرش ظاهرة زي الزفت، ما ينفعش اي حد يقدر ينكرها. 81% من السيدات في السويد تم التحرش بيهم، 80% من السيدات في الدنمارك تم التحرش بيهم. نسب التحرش في فرنسا 75%، هولندا 73%، انجلترا 68%. المصيبه السوداء في موضوع التحرش ده ان 80% من الستات اللي بيتم التحرش بيهم ما بيتكلموش اساسا وما بيبلغوش. يعني الارقام والاحصائيات اللي موجوده عندنا دي كلها هي ممكن نقول كلها مغلوطه. ليه الستات اللي بيتم التحرش بيهم ما بيبلغوش عن التحرش؟ لكذا سبب. اول حاجه، ممكن يكونوا خايفين ان محدش يصدقهم. تاني حاجة، الاتهام الباطل ان هم السبب في التحرش. تالت حاجة، الخوف انها تفقد الوظيفة بتاعتها. يعني ممكن يكون اللي بيتحرش بيها هو مديرها او زميلها في الشغل، تكون خايفة ان محدش هيصدقها اساسا. وطبعا في برضه الحتة بتاعت الخوف من الانتقام، ان هي لو راحت بلغت اللي بيتحرش بيها ده يستناها او يترصد لها او يأذيها بأي شكل من الأشكال، أو الألعن إن يكون اللي بيتحرش بيها حد من قرايبها، ودي المصيبة السوداء. وطبعا الخوف ان هي لو بلغت كده كده مش هيحصل اي حاجه، ومش هينوبها من الموضوع كله غير الشوشره وسمعتها تسوء على الفاضي، في حين ان هي المظلومه في الموضوع ده. طيب هو يعني ايه تحرش؟ هو يعني ايه الطرق اللي بيتم بيها التحرش؟ هل التحرش واحد في الكل يعني ولا لا؟ في كذا طريقه للتحرش. ممكن يكون التحرش عباره عن كلمات غير مرغوب فيها، انك تسمع البنت كلام هي مش عايزه تسمعه، او تسمعه لها بالعافيه، أو يكون فعل ليه طابع جنسي تنتهك بيه حرمة وجسد البنت اللي انت بتحرش بيها دي، او السيده اللي بتتحرش بيها. اي فعل من شأنه تحسس البنت او السيده اللي قدامك بعدم الارتياح او الخوف او حتى الترويع او عدم الامان. انك تفضل مبحلق او مركز او باصص على جسمها او اجزاء من جسمها بطريقه غير مريحه، او تخلي اللي قدامك في حاله عدم راحه. اي تعبيرات بتظهر على وشك مش مريحه او ليها طابع جنسي، زي غمزه، صفاره، انك تتكلم في ودنها بصوت واطي، انك تدي ملاحظات ليها طابع جنسي على جسمها، طريقه مشيتك، الطريقه اللي بتقعدي بيها، طريقه اللبس، انك توصف جزء من جسمها، انك تقترح عليها اقتراحات جنسيه مباشره. طبعًا دي مش محتاجة تتشرح يعني. إنك تفضل ماشي وراها وتحسسها بعدم الأمان، سواء كان في الشارع، سواء كنت على رجلك أو راكب عربية وماشي وراها، ودي اللي أكتر اللي إحنا بنشوفها في الأسواق وفي المولات وفي كل حتة يعني. إنك تدعوها دعوة صريحة لممارسة الجنس، أو تطلب رقم تليفونها بشكل غير لائق تمامًا. على فكرة ممكن برضه يبقى التحرُّش ده ممكن يبقى مثلًا من خلال الإلحاح، وإنك تُصِر إنك تتعرّف عليها بأي شكل من الأشكال، سواء كانت موجودة معاك في الشغل أو في العمل أو في الشارع. هو مش معنى إنك لأ، ما هو ده يعتبر تحرُّش برضه. إنك تطلب طلب جنسي مقابل أداء عمل معيّن، يعني إنك تقول لها هاعمل لِك كذا مقابل كذا، هاعمل كذا مقابل كذا، وبالذات إن هي لو محتاجة الخدمة اللي أنت هتعملها، فساعتها بيكون الموضوع تحرُّش وزبالة أوي يعني. إنك تقدّم هدايا ومعاها إيحاءات، ما دي برضه من ضمن التحرُّش، يعني تجيب لها هدية وتقول لها أنا مقابل الهدية دي عايز كذا، ما هو نفس الكلام.
انك تصر انك توصل زميله ليك في الشغل او في العمل او هوصلك بالعربيه، تقول لك لا هتصر وتصر مره والتانيه والتالته وبالعافيه، ما هو ده يعتبر تحرش. فكره شعور ان هي مش مرتاحه في حد ذاتها ده يعتبر تحرش. وفي بقى الجديد قوي بقى اللي هو دلوقتي اللي هو التحرش السوشيال ميديا بقى، انك تبعت للبنت بقى في الانبوكس ولا في الدي امز، ولا تبعت لها رسائل او مسجات فيها صور او فيديوهات، او تبعت لها كلام مش مريح، او انك تصر انك تتعرف عليها بالعافيه وهي البنت تقول لك لا والكلام ده كله. يعني ما هو ده يعتبر برضه تحرش. وفي برضه من ضمن التحرش انك تاخد صور ليها وتركبها على حاجات تانية وتبتزها الكترونيا، دي بتقع تحت طائله القانون يعني. هي مش دي بس، ده كل ما سبق. وفي برضه موضوع التحرش الجماعي ده بقى بنلاحظه بقى في الأعياد والمناسبات أو في الأوقات اللي بتبقى الدنيا فيها زحمة شوية. دي بيبقى مجموعة من الشباب أو الأشخاص بيقوموا بيتحرشوا بواحدة أو باتنين أو بمجموعة حتى كمان ويهجموا عليهم. دي بنشوفها أكتر في الأعياد، دي بتبقى مصيبة. وطبعا بالنسبة للضرر النفسي اللي بيعود على السيدات أو الستات نتيجة التحرش دي بتبقى كارثة بكل المقاييس. لا بص يا شباب، في فرق كبير جدا ما بين التحرش ومحاولة التعرف اللائقة اللي بطريقة محترمة. مفيش حد بيتحرش ويبقى يتقال عليه راجل، ما ينفعش. انك تتحرش بواحدة دي ده كده معناها انك اوسخ انسان في الدنيا. ما ينفعش ابدا انك تعمل حاجة زي كده. ومفيش اي مبرر تماما لاي راجل انه يتحرش. وبالنسبه بقى لجمعيات حقوق المراه والناشطات والنسويات والحاجات الجميله دي، بدل ما انتم مركزين ان المراه غير ملزمه تاكل جوزها، المراه غير ملزمه انها تغسل هدوم جوزها، المراه غير ملزمه انها تغسل وتطبخ في البيت والجو الضيق بتاعكم ده، ركزوا في موضوع التحرش. ركزوا في موضوع مكافحة الاغتصاب. اهي دي بقى اللي فعلا القضايا اللي لازم محدش يسيبها. ركزوا مثلا انكم تغيروا القوانين اللي موجودة في كل الدول العربية بحيث ان اللي يمارس التحرش ياخد اغلظ واسوأ عقوبة. انما تقعدوا تركزوا اصل الست زي المرأة والمرأة زي الرجل والكلام الجميل بتاعكم ده، لا ركزوا في القضايا اللي بجد تهم المرأة. انما القضايا الفرعية التافهة اللي ملهاش اي تلاتة لازمة اللي انتم ماسكين فيها دي، لا ركزوا في القضايا الحقيقية بجد. تاني، مفيش أي مبرر تماما للتحرش، والظاهرة السيئة دي الوطن العربي لازم يتخلص منها تماما. يا جماعة احنا دول إسلامية، وفي الإسلام ده حتى في الإسلام قالك غض البصر واحترام الأنثى. يا سيدي ملناش دعوة هي لابسة إيه، هي تلبس اللي تلبسه. وبرضه معلش ثانيه واحده برضه علشان موضوع تلبس اللي تلبسه دي برضه، يعني جمعيات حقوق المراه برضه اللي بتقعد تقول لك لا اصل انت مش من حقك تبص على الست ايا كانت اللي هي لابساه، كلامك صح بس ده حق يراد بيه باطل. ها، ده عشان نعمم بقى فكره ان الستات تمشي قلعه في الشارع. لا طبعا، لا طبعا. الدول الملتزمه بالزي الاسلامي او اللبس المحتشم نسب التحرش فيها اقل، ده بالاحصائيات وبالارقام. انما مش معنى كده ان لا انت جسمك انت جسمك ملكك، انت من حقك تلبسي اللي انت عايزاه. إيه يعني ازاي يعني؟ لا ما هو ده برضو بيزود من فرص ان هي يتم التحرش بيها، وده حق يراد بيه باطل. دي اسمها قلة ادب. ونلقي باللوم على الراجل فقط؟ لا طبعا، الست برضو تشيل جزء من الموضوع ده، تشيل جزء من المسؤوليه دي برضو. انت نازله لابسه لبس خارج او لبس فاضح وماشيه بيها في منطقه شعبيه، ما تلوميش الا نفسك. تاني، دي مش دعوة للتحرش. انت كراجل مالكش دعوة هي لابسة ايه، بس انت كأنثى بيقع عليكي برضو عبء وعامل مهم جدا انك تحترمي القيم والعادات المجتمعية. ما تمشيش ورا الغرب المشي الأعمى ده. الفكرة اللي بيحاولوا يصدروها لينا ان الدول العربية فيها نسب التحرش اكتر من الدول الغربية، ده كلام خاطئ تماما. نسب التحرش في الدول العربية ممكن نقول اقل بالنص او اكتر من النص من الدول الغربية والدول الاجنبية. ودي بتبان اكتر في نسب الاغتصاب ونسب الجرائم الجنسية اللي بتحصل بره في الخارج، اكتر بكتير جدا من المجتمعات العربية. الظاهرة السيئة دي لازم تقف بأي حال من الأحوال. يعني مثلا هنا في مصر برضو بيتم تحذير السياح اللي داخلين مصر، يا جماعه خدوا بالكم في نسب التحرش، موصومين وصمه زي الزفت. طبعا الكلام ده ما ينفعش تماما، ولازم يتم تغليظ كل العقوبات الخاصه بالتحرش. وحاجه تانية يا جماعه، في حاجه برضو من الحاجات اللي هي مجنناني برضو. دلوقتي انت ماشي في الشارع كراجل عربي وشفت واحده بيتم التحرش بيها وتعدي ولا كأن الموضوع فارق معاك، ده انت كده مش راجل. لازم تمنع التحرش باي طريقه. مش فكره انك تروح تتخانق مع اللي بيتحرش ولا تروح تمد ايدك عليه، لا على الاقل يا سيدي امنع الموضوع ده، روح زعق. وعلى فكره الانسان المتحرش ده بيبقى يعني بنسبه كبيره جدا هو انسان جبان.
إنسان تافه وجبان، لأن اللي يعمل الفعل ده يبقى إنسان جبان وإنسان متخلف. فإنك تكون راجل لازم تمنع أي محاولة تحرش. وفي حالة مثلا إن الموضوع تجاوز أو أي حاجة، روح اشهد مع البنت باللي حصل، ما فيهاش أي مشكلة. ليه؟ لأن يعني أنت لو سكت النهارده، ما هو في كلنا لينا اخوات بنات ولينا زوجات ولينا أمهات ولينا بنات ولينا كل حاجة. مفيش أي حاجة في الدنيا تبرر التحرش، ودي من أوسخ الظواهر اللي موجودة على مستوى العالم، مش هنتكلم على المستوى العربي بقى. بس